السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشهر عليكم مبارك، تقبل الله صيامكم وقيامكم، صلى الله يجعلكم من عتقاء من النار. أيها الإخوة والأخوات، نحن في نعم أن بلغنا الله رمضان، وقبل هذه النعمة أننا أوجدنا الله من عدم، وأننا موحدون مؤمنون بالله عز وجل، فنحمده أولا وآخرا. دوام النعم أن تشكر الله، دوام النعم أن تتذكر حال الضعيف، حال المسكين، وتعلم أنك إذا تصدقت عليه أنك أحوج منه للصدقة، أنت المحتاج، أعطاك الله نعم، فعليك أن تتصدق وتكثر. ونحن في شهر رمضان الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد من الريح المرسلة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. نحن نشاهد في التواصل الاجتماعي تفاخر وتباهي بموائد الإفطار وتصوير ونشر، وننسى قلوب إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في كل مكان، في كل مكان. وفي التواصل الاجتماعي سيحفظ هذا مدى الأعصار، مدى الأزمنة، إلا أن يشاء الله عز وجل. فألم تنظر يا أخي وأنت يا أختي إلى حال المسلم والمسلمة إذا كسرنا قلوبهم؟ قال أهل العلم من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية الذهب والفضة، قالوا لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فلنرفق بالمسلمين والمسلمات، ولنحافظ على النعم بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة أن تشكر الله وتحافظ على النعمة، وتحافظ على قلوب المسلمين والمسلمات، لا تؤذيهم بنعمك، لا تؤثر على قلوبهم، لا تجرحهم. والله ما نشاهده حقيقة شيء يندى له الجميل. رأينا الأمور العجب التي يندى لها الجميل وهي كلها عجب عجاب. فأين أين المسلمون والمسلمات عن حفظ النعم واتقاء الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل؟ فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الإخوة في صحيفة سبق الإلكترونية، جزاهم الله خير على ما يقدمون به من نشر الخير وتعليم الناس ودعوتهم في هذا الشهر وفي كل وقت من أوقات العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم دكتور سعد بن عبد الله الصبر.